بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج لغايه دلوقتي ملهوش اسم. سنه 175 اتولد ما يعرف باسم فالنتاين في مدينه ايطاليه اسمها ترينتي، ودي بتقع على بعد 95 كيلو متر من مدينه روما الايطاليه. الراجل ده كان مسيحي بامتياز، وكان مكرس حياته كلها للجماعه المسيحيه ونشر المسيحيه في الوقت ده، اللي في الوقت ده كانت مضطهده، كانت تتبع يسوع المسيح. سنة 197 الراجل ده بقى أسقف مدينة ترينتي اللي هو اتولد فيها على إيد البابا فيليشيانو. في الوقت ده كان في قائد روماني اسمه أكليدوس القوطي. الراجل ده أصدر قرار غريب قوي بمنع الجنود إن هم يتجوزوا، بحجة إن الجواز والحاجات دي بتشغلهم عن المعارك والحرب اللي هم داخلين فيها، فكان منع الجواز خالص. قالك إن الجنود اللي بتتجوز لازم نوقف مشروع الجواز ده خالص، لأن الجواز بيمنعهم، بيفضلوا قاعدين مع الستات في البيوت وما بيروحوش يحاربوا. عمل القديس فالنتين يسكت؟ لا، راح جاي أصدر قرار إن هو بيمنح الجواز رغما عن إرادة القائد القوطي، وقال إن اللي بيقوله ده مخالف لشرع الله، ما ينفعش طبعا يصدر قرار يخالف فيه الديانة المسيحية، يضربها في مقتل ازاي؟ وفضل القديس يجوز الناس في السر ومن غير ما حد ما يعرف. بعد كده عرف القائد الروماني موضوع ان فالنتين بيجوز الناس في السر، فراح جاي قابض عليه. طبعا عادي يعني، انت بتسمعش كلامي؟ الراجل السجن ما منعوش ان يؤدي واجبه الوطني تجاه المواطنين ان هو يجوزه وتجاه المسيحية. الراجل كان في السجن وكان بيجوز الناس، كانت الناس تجيله من ورا القضبان وهو بيديهم سر الجواز. بسم الله ما شاء الله، دماغه دي المظات برضو، يعني محدش يقف قدامنا لا مؤاخذة. راح جاي القائد الكبير ده عرف ان هو بيعمل كده، وفي يوم 14 فبراير سنة 269 قام إكلاديوس بقطع رأس القديس فالنتين، وراح جاي عدمه قدام الناس كلها تنفيذا ان هو ما سمعش كلامه وبدأ يجوز الناس. سنة 350 بنوا كنيسة في روما حملت اسم القديس فالنتين في المكان اللي اتقتل فيه. المسيحيين في الفترة دي قعدوا يوم 14 فبراير ده عملوه عيد بالنسبة لهم، بالنسبة للراجل اللي كان بيساعدهم في الجواز وكان بينشر المسيحية في الوقت ده، وسموه عيد عندهم. سمي عيد القديس فالنتين عشان اليوم ده يرمز عن الشهادة في سبيل الحب، لغاية ما جالنا بقى وسمي ايه؟ الفالنتين داي. احنا عملناه فالنتين داي. تعال اسأل بقى اي واحد بيحتفل بالفالنتين، قبل ما تروح تجيب هدية لخطيبتك تقعد تفكر بقى هتجيب لها ايه؟ دبدوب ولا ساعة ولا غويشة ولا حلق ولا انت هتجيبي النحنوح بتاعك ايه؟ ساعة ولا خاتم؟ ولا شوف انت هتفكروا في ايه. لازم تعرفوا اصلا الحكاية جت منين. اصلا لازم تعرف ان الفالنتين ده اتعمل ليه او ايه سببه قبل ما تروح تحتفل بيه، وقبل ما تقول هابي فاكين فالنتين داي لحبيبتك. اليوم ده بيرمز ليوم يعني كان سبب في موت واحد، يعني كان بيضحي لأجل نشر رسالته. وحضرتك لازم لما تكون بتحب واحدة لازم تكون فعلا قد الحكاية دي، مش توعدها وتضحك عليها بكلمتين وخلاص على كده، وتجيب لها هدية ايا ما كان نوعها وخلاص. لازم تكون حبك صادق، ان انت لازم تعرف ان الحب ده رسالة، وان الرسالة لازم تقضيها صح، او انت لازم تقضي الرسالة صح. ما ينفعش تكون بتضحك على اللي انت بتحبها او اللي بتحبك ممكن تضحك عليه. لازم تكونوا انتوا الاتنين فاهمين ان انتوا بتعملوا حاجة مقدسة، وزي ما الراجل ده ضحى بحياته عشان خاطر كان مؤمن بفكرة مقدسة ومرضاش يتنازل عنها، انت لازم تعرف برضو ان الحب ده حكاية فكرة مقدسة لازم تحافظ عليها وتؤمن بيها وتراعيها، ولازم تتصرف على اساسها. الموضوع مش موضوع كذب ولا انت تقعد تضحك على واحدة بكلمتين او هي تضحك عليك او اي حاجة من دي. اللي انا بشوفه في الايام دي ان كل المرتبطين بيرتبطوا وقتيا وخلاص، بيضيعوا وقت. انا بحبك شويه وبعد كده بقلبك وبحب غيرك وانت بتحبيني، وبعد الحب اتدمر شويه يعني في زماننا ده. انا عايز الناس كلها اللي بتحب حد فعلا يحبه بجد، ولو انت بتحب واحده فعلا حاول ان انت تعمل اي حاجه عشانها، ما تسيبش الموضوع كده.